سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. أعزائي طلاب الصف الخامس الابتدائي، أهلا وسهلا بكم. هنشرح مع بعض درس الكسور غير الفعلية، وده درس مهم جدا جدا. تعالوا بينا نبدأ. مبدئيا الكسر غير الفعلي بيكون فيه البسط أكبر من المقام، أو البسط ممكن يساوي المقام، تمام. ولكن الكسر الفعلي بيكون فيه البسط أصغر من المقام، يبقى ده فعلي وده غير فعلي. كلامنا النهاردة هيكون عن الكسر غير الفعلي اللي بيكون فيه البسط أكبر من المقام. طيب نشوف التدريبات على طول مباشر. هنا عايزني أحول 5/2 لعدد كسري. إزاي أحول 5/2 لعدد كسري؟ ودي أصعب شيء بيواجه الطلاب. مبدئيا أنت بتحط المقام 2 زي ما هو، تمام. وبعد كده أنت بتشوف هل الخمسة دي تقبل القسمة على 2؟ لا تقبل القسمة على 2، فبتشوف رقم أصغر من 5 وليكن الأربعة. الأربعة بيقبل القسمة على 2 ليه؟ لأن 4 على 2 فيها الكام؟ فيها الاتنين. نكتب الاتنين هنا، وبما إن ده عدد واحد نكتب العدد الواحد هنا، تمام. طيب نشوف سؤال 2 يمكن يأكد المعلومة علينا تاني. هنحط المقام 3 زي ما هو. هل ال8 تقبل القسمة على ال3؟ لأ. طب نشوف ال7؟ لأ. طب ال6؟ أيوه ال6 بتقبل القسمة على ال3. طيب 6 قسمة 3 كام؟ 2، ودولت عددين فهنكتب هنا 2. طيب 18 قسمة 2 9 ديت مباشرة، دي ما فيهاش أي شيء. طيب 29 قسمة 8 هنحط المقام 8. ال29 تقبل القسمة على 8؟ لأ. طب ال28؟ لأ. طب ال27؟ لأ. 26؟ لأ. 24؟ أيوه، لأن 24 قسمة 8 فيها الكام؟ التلاتة. طيب دولت كام عدد؟ 1 2 3 4، نكتب هنا 4. يبقى الإجابة 3 و4 على 8. طيب نشوف بعض الأسئلة التانيين نفس الفكرة، وبعد كده ندخل على الأفكار التانية. 16 على 8، هل ال16 تقبل قسمة على 8؟ أيوه بالفعل، لأن فيها الاتنين، لأن الاتنين في 8 ب16. كده دي المسألة دي خلصت. طب سؤال 8، هل ال11 تقبل قسمة على 4؟ لأ، ال11 لا تقبل قسمة على 4. احنا بننزل بقى نشوف أرقام أصغر من ال11، وليكن ال10؟ لأ. طب ال9؟ لأ. طب ال8؟ أيوه ال8 بتقبل قسمة على 4 وفيها الاتنين. طيب دول كام عدد؟ دول 3، نكتب هنا 3، يبقى 2 و3 على 4. سؤال 9، نحط المقام 3. ال17؟ لأ. طيب ال16؟ لأ. طب ال15؟ أيوه 15 قسمة 3 كام؟ 5، ودول عددين نكتب هنا 2. طيب ال13، هل ال13 تقبل القسمة على 10؟ لا تقبل القسمة على 10. طب ال12؟ لأ. طب ال11؟ لأ. طب ال10؟ أيوه بالفعل. طب 10 قسمة 10 كام؟ 1، ودول كام عدد؟ 3، نكتب هنا 3. سؤال 11، حط المقام 5. ال23 لا تقبل قسمة على 5. طيب ال22؟ لا برضه. 21؟ لا. طب ال20؟ أيوه 20 قسمة 5 كام؟ 4، ودول 3 أعداد نكتب هنا 3. طريقة سهلة جدا وما تلاقيش حد عارفها قد كده. طيب سؤال 12، حط المقام 2. 29 تقبل على الاتنين؟ لا. طب ال28؟ أيوه 28 على الاتنين فالكام؟ فال14، وده عدد واحد نكتب هنا 1. سؤال 13، نحط المقام 12. 37 تقبل قسمة على 12؟ لا. طب ال36؟ أيوه 36 على 12 فيها الكام؟ فيها التلاتة، وده عدد واحد نكتب هنا 1. طيب سؤال 14، 35 بتقبل قسمة على 6؟ لا. طيب نشوف ال34؟ لا. 33؟ لا. 32؟ لا. 31؟ لا. طيب 30؟ أيوه 30 على 6 فيها الخمسة، دول كام عدد؟ 1 2 3 4 5، نكتب هنا 5. ديت الطريقة شايفها إن هي سهلة شوية عن باقي الطرق بالنسبة لتحويل لعدد كسري. بالنسبة للتحويل لعدد إيه؟ لعدد كسري. طيب نشوف كده سؤال 5. سؤال 5 بيقول لي قسمت والدة أسماء 12 على 5. طيب 12 على 5 أهي، هنحط المقام 5. طيب ونشوف هل ال 12 بتقبل القسمة على 5؟ لا. طب ال 11؟ لا. طب ال 10؟ أيوه 10 على 5 فيها الكام؟ فيها الاتنين، ودول عددين نكتب هنا 2. سؤال 6 هيكون 20 على 3، نجيب مثلا 20 على 3.
نكتب المقام 3 زي ما هو ونشوف. 20 على 3 ما تنفعش. طب 19 لأ. طب 18 أيوة. 18 على 3 فيها 6 ودول عددين نكتب هنا 2. تمام. طيب سؤال 15 عايزني أحول 26 على 5 لعدد. هنحط المقام 5. 26 ما تنفعش. 25 تنفع. فيها الكام؟ فيها الخمسة. وهنا عدد واحد يبقى 5 وواحد على 5. وهكذا نفس الطريقة. هنحل مسألتين مراجعة كده. اللي هو سؤال 27 بيقول لي كام زائد 2 يساوي 9؟ كام؟ 7. ممتاز. يبقى س يساوي 7. طيب هنا الاتنين في كام يساوي 12؟ الاتنين في 6 يبقى الجيم تساوي 6. طب سؤال 28 كام ناقص 8 يساوي 4؟ 12. يبقى اللام ب12 عشان 12 ناقص 8 4. طيب سؤال 30 6 في كام يساوي 18؟ 6 في 3 يبقى التاء يساوي 3. بكده نكون شرحنا الدرس ده. أتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.